السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا ديال علاوي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكاطو اللي كيطلع رخيص بزاف بزاف، بلا كثره المقادير، بلا كلاصاج، بلا جيلاتين. كيجي رخيص بزاف واقتصادي. تحضروا بمناسبه حلول راس السنه او عيد ميلاد، يعني هذا الكاطو اقتصادي بزاف. بالنسبه للمقادير غنستعملوا 3 جينوازات. انا غنخدم معكم مقادير ديال جينوازه وحده. كنحتاجو 3 البيضات، درجة حرارة المطبخ، مع 85 غرام ديال السكر سنيدة و 85 غرام ديال الدقيق. كناخدو البيض 3 البيضات بدرجة حرارة المطبخ. كنطلعوهم مزيان حتى كيطلع لينا البيض. بالنسبة للجينواز كما قلت لكم في هذا الكاطو كنحتاجو 3 جينوازات. انا غنخدم معكم غير وحده باش ما يجيكمش الفيديو طويل. غنخدموا غير مقادير ديال جينوازه وحده، وبنفس الطريقه كنخدم جينوازات جوج بهذه الطريقه تما بهذه المقادير، وكنضيف عليه الدقيق. بالنسبه للدقيق تيكون مغربل، وكنخدموا بمعلقه خشبيه. كندير من التحت لفوق بهذه الطريقه هذه. كنخوي غير بشويه حتى نكمل الكميه ديال الدقيق اللي عندي. كما كتلاحظوا صافي الخليط ديالي واجد. كناخذ طاوه ديال الفران. انا عندي فران ديال الضوء 30 على 40. كندير ورق الطهي وكنخوي من الفوق. كنهز الاناء الفوق وكنخوي العجين على الطاوه بهذه الطريقه هذه، وصافي تنبقى نسرح حتى كتقاد ليا العجين على الشكل ديال الطاوه. وبالنسبه لدرجه الحراره كنديروها على 180. بالنسبه للفران خصو يكون سبق لانه يكون سخون. غتخليوها ما بين 7 دقائق حتى ل 8 دقائق. هذا هو الشكل النهائي ديال الجينواز ديالنا بعد ما طابت لينا. كندوزو الكريم فريش. بالنسبه لي هنايا عندي اطرو ديال كريم فريش عفوا. انا استعملت هاد الماركه ديال الكريم فريش، كتكون في بيم. ممكن تستعملوا ديال العبار. بالنسبه لهاد لا كريم فريش فهو حلو، يعني ما كنديروش ليه السكر. بعد ما جبت الكريمه من المجمد خليتها تقريبا ساعه باش تطلع لنا الكريمه دغيا. صافي كناخذ ضرب كهربائي وكنطلع الكريمه. بالنسبه للكريمه ممكن ديروها غير بوحدها، وانا فضلت اني نضيف لها البخانيني باش كيعطيها واحد المذاق زوين. بالنسبه للبخانيني درت 80 غرام، يعني تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال البخانيني. وبالنسبه للبخانيني من الاحسن يكون عاقد باش يطلع مع الكريمه يجيكم هذاك كيجي زوين. واللي ما بغاش يدير البخانيني ممكن ما ديروش. هو صراحه كيعطي واحد المذاق زوين لا كريم. صافي تنبقى نستمر في الخفق حتى كتطلع لنا الكريمه. بالنسبه للطبقه المقرمشه، بالنسبه لهذا الكاطو كما قلت لكم على الكاطو رخيص، ممكن ما ديروش الطبقه المقرمشه، يعني تكتفي غير بالجينواز ولا كريم. بالنسبه لي انا استعملت الطبقه المقرمشه، كتعطي واحد المذاق روعه، كتجي زوين الكاطو كيجي زوين. بالنسبه للمقادير ديال الطبقه المقرمشه استعملت 225 غرام ديال الشوكولا بالحليب من النوعيه الجيده، 80 غرام ديال الفويتين، و75 غرام ديال بخانيني، و25 غرام ديال الزيت. كناخذ الجينوازه الاولى وكنديرها في اطار، وكناخذ السيرو. بالنسبه للسيرو الطريقه ديال التحضير ديالو كناخذ كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السكر سنيده. كنطلعوا السيرو وكنسقي مزيان الجينوازه، وكنضيف عليه طبقه المقرمشه. صراحه كتعطي الكاطو مذاق زوين بزاف،
ولكن بالنسبه للناس اللي باغين كاطو خفيف ظريف بلا كثره المقادير، يعني بلا ما يديروا الطبقه المقرمشه، يعني ماشي بالضروري. واللي باغي يطلع الكاطو زوين وواحد المذاق ديالو روعه غيدير الطبقه المقرمشه. بعد ما سرحت الطبقه المقرمشه كنضيف عليها الكريمه. بالنسبه لاكريم قسمته على 3. دابا درت الطبقه الاولى ديال الكريمه سرحتها مزيان، وغنضيف عليها الجينوازه الثانيه وغنقادها وكنسقيها بهذه الطريقه. كما قلت لكم استعملت السيرو، اللي ما بغاش يدير السيرو ممكن يسقيها بالحليب صافي. حتى هي كنضيف الكميه الثالثه ديال الكريمه وكنسرحها بهذه الطريقه هذه. فبالنسبه لهاد الجينواز فهي اقتصاديه بزاف وسهله، وكنضيف الطبقه الثالثه والاخيره ديال الجينواز وكنقادها باش كتجينا على الفورمه ديال السيركل، وتيبقى لينا دوك الجوانب نحيدوهم وكنسقي طبقه ديال الجينواز وندير وضع فوق منها الكريمه اللي بقات ليا وكنسرحها صافي. بعد ما كسرحتها وقديتها كنوضعها في المجمد مده 6 سوايع ولا ليله كامله. تيبقى لكم الاختيار. بعد ما خرجتها من المجمد كنحيد الاطار ديال السيركل، كنحيدو بالسكين. هذا هو الشكل النهائي ديالو بعد ما حيدتها من الاطار ديالنا. هذا هو الكاطو. تيبقى التزيين. بالنسبه للتزيين فهو اختياري، المهم هي الطريقه ديال التحضير ديال الكاطو، فهذه هي الطريقه ديالها الصحيحه وكيجي اقتصادي وسهل. كما قلت لكم راه التزيين كيبقى اختياري. انا زينتها بشويه ديال الكريمه اللي شاطت ليا، زوقتها بالفيرميسيل. وبالنسبه للبوش كنصحكم تختاروا شي بوش يكون مزيان. انا هذا البوش عندي ما زوينش، ما خرجش ليا الزوقه كما بغيت، وحتى الكريمه ما خليتهاش تقبط راسها، ولكن ضيبانيت راسي وصافي. هذا هو الكاطو ديال العيد ميلاد ديالي. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوناش من العديد من اللايكات والتعاليق اللي صراحه كتشجعونا بها، واللي ما مشاركش في القناه يشارك فيها باش يوصلوا دائما الجديد. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.